سمعت والو. حيديدي حيديدي رامين عنده حب ويعذب وجاب الحز يسيو. ولد الرحمن داز طوب، فهمت؟ اسطوره ولد الرحمن في الشعبي. وليد الرحماني، وليد الرحمن اسطوره فن الشعبي. استمتعتوا معاه؟ والله الا استمتعنا وزاهيه واحسن نهار واليوم وصامدي صواغ. علاش صامدي سوار؟ عيط ولد العواز اليوم صامدي صوار باغي نسكر. المهم هادشي غيغني لينا هو. ورقب رقب ركب ركب ويا حبيبي شي بس ما وقع. ركب ركب الوشم في الصدر طنقه في الودنين باينه. اي هادشي اللي حافظ اخوشي. والله يعجبك ولد الحوات؟ ولد الحواش اول مره نحضر له. ولد الرحمن فاش حضرت له. ولد الحوات شنو غيجي معاه اليوم؟ الشيخات بلا ما كانوا الشيخات ما كاين والو، تيجينا الاكتئاب من الاخر. كي جاك وليد الرحماني؟ واعر، ولكن ولد الحوات بوحدو. شنو كيغني ولد الحوات؟ عجبوني بنات الكلية تيخرجوا صربا صربا كيف العجل. الليلة ساندي سوار باغا نسهر. عادة وشم الصدر طنقة من المنخر. ايوا ليلونتي العوينة حليلي ويحليل واعر واعر. صراحة جاني وليد الرحماني زوين وفي المتناول اليوم، وعجبتني موازين ديال سلا كانت في القمة، والبوليس كانوا في الحراسة لي سيكوريتي، كان كلشي مزيان. صراحة أنا كنتسنى هادشي ولد الحوات حيت هو اللي جاية عليه، ولكن صراحة صدمني وليد الرحماني كان في المتناول. كيعجبك السعيد ولد الحوات؟ كان حماق. يعني نديروا لك كيعجبوك. سامدي سواغ. اليوم صامدي سوار. وي اليوم سامدي. صراحة هادشي زوين عجبني بزاف. ما قدرتش ليلونتي في العوينة. في المنخر. اول شيء انا سعيد بالحضور انني حضرت لموازين ايقاعات العالم اللي احنا شخصيا كنفتخروا بالمغرب انه كينظم موازين ايقاعات العالم اللي كنتشرفوا بها في العالم كله اون جينيرال. يعني المغرب احتضن هذا النهار سهره حيه رائعه مع الفنانين الرائعين اللي حضروا في جميع المنصات، لا في منصة النهضة، منصة سلام، منصة السويسي، منصة الأفارقة، يعني جميع المنصات رائعين، وخصوصا منصة سلام ومنصة النهضة حصدوا فنانين رائعين وفي المستوى الراقي. يعني سعيد أنني حضرت الختام ديال سهرة موازين إيقاعات العالم، لأنني افتتحت السهرة مع تامر حسني وجيت ختمتها مع الفنان السعيد ولد الحوات. يعني جاك وليد الرحماني؟ يعني فنان والد الرحماني ما حضرتش ليه كامل، ولكن حضرت مع اخر الاغاني ديالو، ولكن كان رائع لا باس به كما نقول في المستوى كما نقول. واعرة واحسن سهرة هي اليوم. جيت مع ماما والدار وديما مغرب ديما مغرب وديما. دابا شفتيني حشومة عليك. وبصراحة فنان في المستوى، عنده واحد البصمة في الأغاني الشعبية اللي كتنسب ليه هو شخصيا، وكنتمناو ليه مسيرة موفقة. حقيقة داز واحد الحفل استمتعنا به، استمتعنا بالفنان سعيد الحوات، وكانت واحد السهرة ختامية في المستوى ديال مواطن سلاوي اللي كيحب التراث الشعبي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.